هذا من جزء التين؟ ايش؟ انت سويته؟ بس اسمح لي اجيسه، اسمح لي. هذا المنجز الفكري والذهني. انجزي ياسر، سوي ياسر اصورنا. ياسر بصف سادس ابتدائي. سادس ابتدائي. سوى هذا المشروع اللي هو يخص كبار السن تحديدا اذا تعرضوا لاي حاله صحيه مفاجئه. تمام؟ يستخدمون طريق معين. انت بس مجرد تشغله وراح يمشي على هذا الخط اللي احنا شلون سويتها؟ اشتراك الهيكل. زين. وهذا طبعا تقدر تعينه بكل شيء هذا الهيكل، تقدر تخليه تتحكم عن طريق الشيء. فخليته يتبع الخط الاسود احسن، اشتريت الطريقه. هذا انت شلون اجت الفكره وانجزتها؟ هسه اني بسيط الحال، اسوي لي شيء معين، شلون وصلت لهاي الحاله الفكريه والذهنيه وانجزت هذا المشروع؟ انا بالبدايه اشتريته بدون هذول الحساسات، هذول بعدين لحمتهم. قلت ليش ما اسوي يتبع الخط الاسود بما انه صغير وسريع جدا هذا، لو شوف سرعته. سرعه جدا عاليه. ما يطلع عن هذا المسار. ما يطلع، هو يحدد اياه ما يطلع. هذا شغله هو؟ شغله. شغله هو. ما شاء الله. عنده بعد مشاريع. شنو مشاريع؟ هذا الريدات. الريدات حساس فترة طوبة. ريداتي. ما عرفنا على اسمه. انا صحفي احمد عمار. استاذ احمد، عندك جداحه؟ لا ما دخل. لا على مود هذا مشروع الحساس الغاز. هذا يصير نار هنا. اي. في حال اذا صار مثلا نقول بالبيئه تسرب بالغاز زين. فهذا الحساس موجود هنا. ما شاء الله. كائن يدق انذار. وين وصل؟ لا يدق انذار. دق. نسبة الغاز يطلع 159. طبيعيه؟ طبيعية جدا. جزاك. إذا هسه شغلة جداحة بديت. طبعا ال 400 اللي اكو خطر. هذا اذا انت كنت بالبيت كله. ايه. زين بعد الانذار شنو؟ في ارسال يرسل اشعار على تطبيق صاحب البيت فبالتالي يوقف تصرف ويدخل ويحدد. هذا انت اشتغلته؟ من اجت الفكرة قلت بما انه انا مبرمج مهندسة. يا عم برمج انت بصير سادس عمي. شنو كيفك انت؟ ايه كمل. ايه فقلت ليش ما سويت؟ قعدت وسويت وربطت الوايرات والغرام وبرمجت على السي بلس بلس كون هاي النتيجة. زين انا اريدك تجيني انت والفريق مالتك كم واحد انتم؟ يعني فينا 11 انا عندي مؤسسه الشاهد الصحافه والاعلام. مؤسسه مسجله امانه عامه مجلس الوزاره. اولا شرفونا بالمؤسسه ونستضيف نحتفي بكم. تمام؟ واقل شيء نقدم لكم اياه هو شكر وتقدير، يعني تقديرا لمجهود. اسال الله جل وعلا يقول لي ان شكرتم لازيدنكم. مرات واحده تكفك شيء مال بس يروح، بس تبقى الجانب الشكر والعطاء. فانا عاشينك شنو اللي تحتاجه ايضا من مديريه التربيه احنا ننسق وياكم. ما شاء الله. والله هو عنده قلت للاسف يعني دزوا لي دعوه مفاجاه كنت ما ادري. هنا بالجامعه. اي تسوي لكم مشروع الاصبع السادس. اصبع انا عندي 5. تقدر تسوي سادس. سوي اي اصبع سادس؟ اي تتحكم به من الاصبع، نزل هذا الاصبع ينزل الاصبع وياك. اليوم اليوم انت انا عندي ذني 5. الله سبحانه وتعالى انت تضيف لي واحد سادس. اي بس من يتحكم به؟ عن طريق هذا الاصبع. هذا. اضيف لك حساس. ضيف له حساس ويصير عندي سادس. ايه. مو قيد الدراسه قيد الانشاء وصل بدون نص فما قدرنا لانه انا عندي يعني اطبع الاشكال بالبيت. افرح من نشوف فيك شبابنا خواتنا شبابنا، وهذا من الانجاز العلمي والفكري. هذا الزلمه هم صور الحمد لله يكون علينا. هذول الشباب اولا هذا يعطي دلاله واضحه على انه هذا البلد فيه من الطاقات الفكريه والذهنيه الكبيره، لكن النقطه الاساسيه شلون ممكن نستثمرهم. هو الرجل كملوا هاي الانجازات، شلون تصير على واقع حال، شلون ايضا الاستفاده منها من خلال الشركات والمصانع. احنا نحييكم ونسال الله انه يمن عليكم بالصحه والعافيه والتوفيق.